الجمال والحلاوة والطعامة. في عميلة لطيفة قوي شبهت الرز بالشعرية بتاعنا ببوكيه ورد، مشكل من الورد الأبيض والورد الأصفر. بتقول إن أنا أول ما بشوفه ده الانطباع اللي بيجي في دماغي. طبعا ميرسي قوي للتعليق الجميل ده، وألف هنا وشفا على العملاء الجميلة اللي هتستلم النهاردة. عايزة بس أكلمكم سريعا كده عن المخاطر اللي احنا ممكن نتعرض لها في الكيتشن. مثلا في نوع من انواع الرز اللي بنقدمه في الكيتشن بتاعنا، الرز المكرمل. الرز المكرمل ده عشان نعمله لازم نلبس خوذة وندخل الكيتشن ونبقى مأمنين نفسنا كويس، لان اللسعة منه باعها مستديمة. واكيد في شيفات كتير وهم بيعملوه وضحوا لكم المعلومة دي. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان حجم المخاطر اللي بنتعرض ليها في الشغلانة دي علاجه ممكن ما يبقاش ليه علاج اصلا. علاجه ممكن حضرتك ما تتخيلهوش. يعني انا مثلا عندي فيه حرق من الكيتشن من 3 سنين لحد دلوقتي اثاره موجوده، وعشان يخف قعد شهور. فاذا حضرتك ما تستكترش قوي تمن فلوس الاكل ده، اذا كان شويه الرز واحنا بنعملهم ممكن يبقى فيهم خطر. ممكن طرطشه سمنه بسيطه تعمل لسعه نقعد نعالجها شهور. فيا ريت لو سمحتوا، يعني رجاء ما نبصش في رزق الناس ونقعد نحسب لهم اتكلفتوا كام عشان وصرفتوا كام عشان تبيعوا بكام. لا حضرتك بص للمخاطر اللي الشخص ده ممكن يتعرض لها. هو بيشتغل شغلانة على فكرة صعبة قوي وخطر وليها بلاوي وليها مشاكل كتيرة جدا تفوق خيالك.